صباح الخير. كيكة الحب. كيكة الفيكات كلش حلوة وسهلة. صح شوية تاخذ وقت بالشغل بس تستاهل صراحة نتيجة التقديم. أهم خطوة إنه أني كان عندي لون أحمر القالب بس بالتصوير طلع أحمر وردي. راح ناخذ كيك نسوي بلون أحمر ويكون نفس القالب اللي احنا راح نستخدمه للتقديم، يعني نفس القالب. أول شي نسوي بيه كيك أحمر، بعدين هذا الكيك الأحمر راح نقطعه على شكل اللي احنا نريده. يعني أنا استخدمت قلب، راح أقطعها كلها قلب وأتركهم على جنب. طبعا البقايا أكيد ما راح نذبها، سويت بيه كاستر وطبقات وخليت بيه الكيك. هنا طبعا تقدرون حتى تسوون بيه على شكل أسماء أحرف، يطلع حلو، خاصة عيد ميلاد شغلات حلو يطلع. وأهم شي الحواف ما ناخذها. والكيك حتى احنا نقطعه لازم يكون بارد بالكامل. هاي كمية كلش كافية كانت للكيك. هسه راح نسوي الكيك اللي احنا راح نخلي بداخله الكيك الأحمر. راح ناخذ 3 بيض ونص كوب سكر، الأكواب الموجودة بالسوق المعيارية. بعدين راح نخفقها كل زين إلى أن يذوب السكر ويتغير اللون، يصير على بياض وينتفخ. راح نخلي نص كوب حليب سائل وثلث كوب زيت ونخفقه. راح أخلي ظرف فانيلا راح نخلها وظرف بيكنج باودر. بعدين راح اخذ الطحين طبعا استخدمت لك كوبين طحين، وهم يبقى حسب نوع الطحين مالتكم. لان قد بيه نسبة بروتين اعلى راح ياخذ الطحين كمية اقل. بس بهذا الكيك اخذ وياي كوبين. بعدين بالخفاقة اليدوية باتجاه واحد حتى ما يدخل هواء كثير ويخرب. تحسوا انه اختلط كل المواد، يلا احنا نوقف. راح اخلي الزيت وشوية طحين رش له بالقالب. بعدين راح نخلي شوية من الخليط، ما كله نضيف اول شي. طبعا راح نخلي شوية من عنده حتى بس الكيك اللي على شكل قلوب ينمسك بيه. هسه راح نجيب الكيك القلب، راح نصفه بالنص. بعدين راح نخلي الكمية المتبقية من الخليط فوقه، بس بحيث يكون يعني بطريقة متوازية، يعني ما يكون مكان أكثر من مكان. هذا بعدين راح ينفش وراح يتغطى كل الكيك ويطلع بس داخله قلب. طبعا الفرن درجة حرارة 200 مدة 40 دقيقة. بعدين راح نقدمها وحسب طريقة التقديم، إما تقطعوها أو تخلوها هيجي من يقطعوها سيربرايز تطلع لهم إنه كيكة مو عادية. وخلاص بألف عافية إن شاء الله.